صباح الفل يا حلوين. لسه جايه من السوق، ده سوق الطيور. بسم الله ما شاء الله، الاسعار هناك تحفه. جبنا، رحت انا وابني ومحمد ابني وجبنا الحاجات. جبنا الطيور دي، جبنا بط وفراخ وده ارنوب، وجبنا فراخ للحشو وفراخ امهات، وروقنا الدنيا بسم الله ما شاء الله. يعني الاسعار النهارده جميله. هنغسل الطيور اهو، بينضف معايا رخرة. هننضفها وننقعها واوريها لكم بعد ما نخلص. تعبي يوم وريحي بقية الشهر. واعملوا شيل وراي. يلا حبايبي، نملت على قد ذكر الله وبالصلاة على رسول الله، على ما نخلص بقى تنظيف ونشوف هنعمل ايه، واوريها لكم تاني بعد ما نخلص. النهارده كانت البط الابيض على 90، والبغال 110 و120، والبلدي 130 البط، والفراخ الهبر على 75 و68، والصغيرين بقى الواحدة كانت على 75 على 90 كده، والأرنب على كيلو على 110 زي ما انتوا شايفين كده. خلص تنظيف وبعدين نرجع تاني مع بعض. ده حبايبي زي ما انتوا شايفين الطيور نضفناها وغسلناها بملح وليمون وخل، ورجعنا نقعناها. دول محلولين أعداء بقى، ميه وليمون وشويه خل وملح وسكر وحبه دقيق. عايزه تحطوا طحينه تمام، مش عايزه تحطوا طحينه برضو تمام. زي ما انتوا شايفين ده الارنب والطيور الصغيره بتاع الشوي او الحشو، وده الفراخ البط. استنى بشوي زي ما انتوا شايفين بقت فل. سيبوهم بقى في المحلول ده حوالي ساعتين 3 كده كده. ما تقلقش الجو ساقع يعني، مش هيجرى لهم حاجه. وده الأجنحة بقى والعزاول والحاجات دي. عفوا يا حبايبي، هسيبهم في المحلول ده حوالي ساعتين أو 3. الجو برد ما تقلقش مش هيجرى لهم حاجة. وشوية وروحي جاية أحطهم في مصفى أو حاجة كبيرة يصفوا ميتهم، بس اغسلهم تاني الأول. وما يصفوا تروحي حطهم في قلب الكيس بقى، وتعيني زي ما انت عايزة. عايزة تعيني سليم، عايزة تقطعي اللي يريحك. هو يوم واحد تتعبي فيه شوية وتريحي نفسك طول الشهر. هتقعدي طول الشهر مرتاحة. وقت ما هتعوزي تطلعي، هتطلعي جهاز على التسوية وخلاص. يا دوبك ممكن تشطفيه كمان شطفة يفكه وتشطفيه، وتروحي حاطاه في قلب الشوربة بتاعته أو الطبخ أو أيا كان الطريقة اللي هتطبخي بيها. فزي ما انتوا شايفين كده. والنهاردة بسم الله ما شاء الله كانت الأسعار حلوة أوي، مكانتش حاجة غالية يعني. وربنا يا رب يرخيها علينا كلنا. عودي نفسك ان كنت بتعملي زيي، انزلي برضو، انزلي بدري في يوم السوق زي كده، في سوق يكون في سوق طيور، وهاتي الحاجة واسألي عند الكل. يعني مش ساعة ما تنزلي تجيبي، انزلي واسألي عند ده وعند ده وشوفي السعر اللي يريحك. هاتي منه هاتي. يعني مش واحد يقولك مثلا ب100 تجيب، اتحركي واسألي ده واسألي ده. السعر اللي يناسبك هاتي منه قلب اختك انت وهي. ويا ربنا يا رب يعيننا كلنا على العيشة والغلا اللي احنا فيه. وكل سنة وانتم طيبين برضه داخل علينا، وربنا يا رب يصلح حال الناس كلها. زي ما انتوا شايفين كده الأرنب كمان شوية هنقطعه، بس من سويتني الأول. هاجي ماسكة مقطعاه ونعمله بقى مع حبة ملوخية ورز. لما النهاردة ألم العزاول دي كلها بقى، وأروح حطها عاملاها في شوربة، وجنبها شوية رز وأي حاجة جنبها طبخ أو مضر طبخ، ونعمل لسان عصفور أو أي حاجة. فصرفي نفسك. عايزة تعملي مثلا الطير كامل، الفرخة كاملة مثلا، عدد أسرك قليل هتقللها شوية اللي يريحك. يلا حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين. ولو حد بيعمل كده وبيجيب الطيور زي ما انا بجيب، يقول لي مثلا بيجيبها منين واسعاركم ايه. النهارده كان الفراخ البيضاء في الدكان كان ب100 جنيه، وفي ناس بيبيع ب105، انما في السوق الهبر الكبيرة ديت كانت ب75. عرفونا اسعاركم ايه من انهي بلد. يلا حبايبي سلام. ده حبايبي الحوايج بتاع الطيور، القوانص والكبد. شفت دي؟ ده قلب الارنوب والفشه بتاعته. سبحان الله عامله زي الانسان. استنى اوريك الكبده بتاعته اخر. ده بيض كان في الفراخ.
الكبدة بتاع الأرنب شكلها غير الكبدة بتاع الطيور يعني. أنا دي كبدة الأرنب وده كبدة البط. سبحان الله، دي حاجة ودي حاجة. وده الطحال بتاع الأرنب. بسم الله ما شاء الله، يعني كل حاجة ولها حاجتها. وده الفشة والقلب بتاعها. وده كبدة الفراخ. يعني كل حاجة لها حاجة. سبحانك يا رب، يعني مش كله زي بعض.